قصيدة أن أقرأ لكم القصة. هاي قبل على لسان والدي بال72، قبل بيوتنا ولحد الآن بيوت قصب وطين. فهناك عائلة زوجوا وبنهم صار عنده ولد، الولد عمره 7 أشهر. فصار سوء تفاهم بينه وبين أهله، فعزل عن أهله، فحط بمنطقة بس هو بالمنطقة. فصار فرح بالسلف مال أهله، راح لأهله قال لزوجته، قال له خلينا ناخذ ويانا الطفل. قالت له لا خليه نايم بالقماض، ترمون والكلب يحرسه بالبيت ما حد عليه، والكلب موجود بالبيت يحرسه. فراح للفرح. عادة قبل أهلنا من يوصلون للفرح يشيلون وياهم سلاح. من رجع للبيت فتح الباب تلقاه تكرمون الكلب ينبح وحلقه كله دم. قال لك هذا كله ابني. سحب المسدس قتل الكلب، قض على ابنه، لقى ابنه كل شيء ما بيه نايم بالكاروك، لكن ذيب ميت بصف الكاروك. ليش استعجلت؟ تدرين ما اخون. ليش استعجلت؟ تدرين ما اخون. انا بدم وفيت الوصيه، مديد على ابنك وانا مديت روح وما خفت من البنيه. قلتني الطفل قلت له النحر هذا تصير اليوم موتتنا سويه. ليش استعجلت؟ تدريني ما اخون، وانا بدم وفيت الوصيه، مديد على ابنك وانا مديت روح وما خفت من النيه. قلتني الطفل قلت له النحر هذا تصير اليوم موتتنا سويه. مو عركة زلم وتفكنا خيرين، عركة صملح غزرت بيه. مو عركة زلم وتفكنا خيرين، صملح غزرت بيه. بي من شلبت خر القصب طين، رتفتك ولا فك النديه. بي من شلبت خر القصب طين، رتفتك ولا فك النديه. اخونك وانا ماكل منك كفار، اخاف من الله لا يغضب علي. اخونك وانا ماكل منك كفار، اخاف من الله لا يغضب علي. واخيرا من طحت بس صار جواي كلب بالكهف صفق الي. بس ماي انا زعم بطل ماي. أنا بخدمتكم طلب من الأخوة، ولكن أنا محضر قصيدة اليتيمة مال اليتيم. عندما كثر الأيتام في العراق، فهناك طفل يخاطب والده وهو يقول: ليش شفك عاف شف وصافح جفوف التراب؟ الناس كان بيها صبح يوم العذاب، تنطرة وتنزل دمعته ونزلتها وبردت يوم الحساب. يما ما العب بعد وقت العصر ويا الجهال، وقوة جبروني امس العب وياهم، ومن لعبنا صار دنيا غروب ردنا نكف لها ان فلان قال. ذاك ابوي من الشغل تعبان جاي وخلى حضنه، ومن حضنه الهم يبيد، وخلى قبل كف ابوي ما رفع ايده على امي. ايده خشنه من التعب وقت الشغل يلوي الحديد. الثاني هم ويا ركض يتلقى ابوه، قال ابوي الخير من كفه يبدي. انا ابوي ما رفع كفه على خدي، يسطر الماي على خده اعلى البلم لما يصيد. نعم بخدود النهر يغرز المردي، وانا ثالثهم اجيت ابواها سركض ابواها سركض. كان نسيت انا يتيم وقلت خل اتلقى ابوي ويا فرحتي بطول دربونه هل انمدت شبكتي. او كان نسيت انا يتيم ويا فرحت بطول دربونه هل انمدت شبكتي. ومن حضلته اي ابوي وباوعد طلعت حصرتي ويا فشلتي. نعم مستحق قصه دمعتي. يما هذا العيد جاني وخلى روح للمراجيح الحدايق. يما روح وهو ياهو اللي منعك. رحت للمرجوحه صفنه وما تحرك. قالت وين ابوك يا طفل يراد لك شفل يدفك. والسلام عليكم.